بصوا ده مشروم فريش اصلا، مش معلبات. معلبات مش حلو، الفريش ده احلى. هنحطه على الكفته. هوريكم دلوقتي الكفته يعني وصلت لفين، تعالوا نشوف مع بعض. بصوا الكفته خلاص اهي، اوسع الكفته خلاص اهي. خلاص بتتشوح، الميه بس اللي حواليها دي تنشف، فهتكون خلصت على طول. نقطعه المشروم بقى اللي انا وريته لكم ده، وهنقطعه المشروم جواها. ما بياخدش سوا، بيتحط في الاخر قبل ما الميه تتشغل بحاجه بسيطه يعني، مع تشويحه الكفته. عشان يتشوح مع الكفته، هو اصلا مش يعني بياخد، مش بياخد سوا. هو يا دوب يشم النار بيكون استوى اصلا. نسيبها بقى تتشوح لما تتشوح هنطفي عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. زي ما سمعتوا كده في بداية الفيديو صوت اختي مها وصوت بنت خالتي. الفيديو ده انا عاملاه عند بنت خالتي، وقلت لهم والله لنزله لكم عندي على القناة. فالمهم ان انا كنت سهرانة ساعتها معاهم، لان هم ساكنين في وش بعض. كنت عند مها وطلعنا نسهر عند بنت خالتي فوق، وقررت ان هي تدخل تعمل عشاء خفيف. فانا قلت لهم يا جماعه انا شبعانه والله. فقالوا لا ده احنا هنبهرك. المهم دخلوا المطبخ، قلت لهم انا مش هاكل كتير، يعني ممكن اكل كده حاجه خفيفه معاكم. فدخلوا جابوا بقى ايه الذره الحلو ده، هما بيحبوه جدا. قسموه كده، غسلوه الاول وقسموا كده الواحد على 2، وحطوا عليه سكر وسابوه يتسلق في ميه كده، يعني ما فيهوش اي حاجه ولا اي افتكاسه. حطوا سكر وسابوه يتسلق زي ما انتوا شايفين كده. طلعوه بقى وهو سخن كده على طول في علبه، وبداوا ان هم بقى ايه يحطوه كده علشان يضيفوا عليه زبده. بجد هو طعمه حلو جدا وعجبني جدا. طبعا في ناس كتير بيعملوه جنب الاكل وبيحبوه كحاجه كده تحليه جنب الاكل. وفي ناس طبعا بتحبوا تعملوا جنب اكلات كتير، انا شفت ناس كتير بتعمله. بس انا بصراحه ما اكذبش عليكم، انا كنت اول مره باكله. عجبني بصراحه وطعمه لذيذ كده وحلو. الزبده مع السكر مع شويه الملح اللي هي رشتهم دول، دي رشه ملح كده، وهتغطيهم بقى بيدوا طعم حلو قوي لما بتيجي تاكليه. هو حلو بصراحه ولذيذ جدا. فالمهم بقى قرروا ان هما بقى يتحفوني اكتر واكتر. بقى عملوا ايه طلعوا بقى من عندهم كده، طلعت بنت خالتي من عندها من الفريزر كفتة هي بتجيبها جاهزة من الجزار، هو اللي بيعملها لها كده كفتة شيش. وقصت بقى العصي الشيش طاووق دول شوية كده، وراحت رصهم في صينية. هنا الأول فكتهم من التجميد كده في الميكرويف علشان ترصهم في الصينية. قصت كده العصي كده، وقطعت طماطم حلقات ورصيتها على الوش. يعني أسرع أكل في الدنيا ممكن تعملوه. عملته لي كده بسرعة في السريع في السريع، يعني ما حسيتش بصراحة بيهم، دخلوا عملوه في أسرع ما يمكن. وأكل بقى الفاشلين بسم الله ما شاء الله، انتوا عارفين بقى الجماعة الفاشلة الكسلانين هم دول. فحطت بقى فلفل ألوان أحمر وكده وأصفر، ورشت بقى كمان عليه رشة فلفل كده أخضر. يعني قررت قرن فلفل أخضر حامي كده وحطيته على الوش. الناس اللي بتحب بقى الفلفل الحامي حبشتها من الآخر، وحطت عود روزماري وعود زعتر رشة زيت كده على الوش، وقفلتها بالفويل. وراحت جايه بقى ايه حطوها تستوي على البوتاجاز من فوق. ما شاء الله تعبوا يا جماعه مش ملاحظين. جابت بقى المشروم الفريش كده قطعته، ولما ابتدت ان هي تطشطش كده وتنزل كل الإدام بتاعها ودخلت في بدايه التسويه. ابصوا هنا كانت مها بتقول لكم بقى لما بدات ان هي تنزل الإدام بتاعها وبدات ان هي تدخل في التسويه، هيحطوا بقى المشروم كده على الوش علشان المشروم ما بياخدش زي ما قالت معاها سوا كتير. يعني المشروم من الحاجات فعلا اللي هي ما بتاخدش تسويه كتير. تسويته طبعا بتكون سريعه عن تسويه اللحوم او الحاجات دي. بس كده حطت المشروم بقى، وهتسيبه بقى ايه يتشوح تشويحه كده مع الكفته. وهتحضر بقى جنب الاكل ده ايه. تعالوا بقى شوفوا المفاجآت يا جماعه. ما شاء الله عليهم بنات فاشله والله يا جماعه، مع انه والله امل بنت خالتي وامها بيطبخوا حلو جدا، بس هم كسلانين شويه وعايزين حاجات ايه سريعه. هنا كانوا جايبين مكرونه من طلبات، وكانوا طالبينها كده من على النت، وجات لهم بقى الاوردر كده. جالهم مكرونه عامله زي بالظبط كده الاندومي بتتعمل. بيجي معاها محتوياتها كده كيس ومعلقه. الكيس اللي جوه ده جواه ايه بقى؟ جواه توابل وعليها جبنه كده بودر. واول بقى ما بتحطيه كده بتشم بقى ريحه الجبنه حلوه قوي. يعني هي مكرونه ماك اند تشيز.
وحطت عليها بقى كده ايه من الكاتل ميه. شفتوا بقى اسرع من كده مفيش. وقلبتها بقى وكده حضرت مكرونه. هي لسه هتسلق وتعمل لا 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 انجزوا. ريحتها حلوه على فكره، بس انا ما اكلتش منها بصراحه، هما اللي اكلوها. انا كل اللي انا اكلته في الموضوع ده حته من السويت كورن كده، الذره الحلو، وخدت صباعين كفته كده في الرغيف ودمتم. هما بقى بصراحه ايه قاموا بقيه الاكل، اكلوا بقى المكرونه واكلوا الحاجات دي كلها. بجد كان بس القعده معاهم حلوه وبالدنيا، والفيديو كان لذيذ كده. انا حبيت انزله بس علشان ايه، طبعا مش بعلمكم حاجه، بس عشان انا وعدتهم ان انا هنزله كده وافضحهم على اليوتيوب ان هما بنات فاشله وكسلانين. فما شاء الله عليكم بنت خالتي واختي، ربنا يا رب يحرسكم. السويت كورن كان حلو جدا يا اموله، وكان طعمه حلو قوي، تسلم ايدك. والكفته كمان كانت لذيذه، تسلم ايدك يا حبيبتي، ويا رب كده تخليكي لينا وتفضلي كده دايما معانا يا اموله. ربنا يسعدك. شكرا حبايبي، وسلام عليكم.